السلام عليكم، ازيكم يا اعزائي المشاهدين على قناة ميرو ستايل. لو انتوا حلمكم تهاجروا الى امريكا فالفيديو ده هيبقى مفيد بالنسبة لكم. هعرفكم فيه ان شاء الله ازاي نقدم للابليكيشن اونلاين، وشروط الصورة وشروط حاجات كده معينة في التقديم للهجرة العشوائية. تمام، فاحنا دلوقتي ان شاء الله هنقدم في القرعة او بيسموها الهجرة العشوائية او الاختيار العشوائي للسنة اللي احنا فيها دي 2020. بس اللي هيفوز ان شاء الله فيها مش هيسافر قبل 2022، لان النتيجة بتاعة التقديم ده هتبان لسه في شهر 5 2021، وفي شوية اجراءات بقى الامن واجراءات متعلقة بالسفارة وهكذا. فالسفر بيبدأ من 2022. تمام، خلينا نشوف بقى مع بعض الابليكيشن وليه انا سجلت الفيديو ده، لان بصراحة لقيت مواقع كتير عاملة الموضوع ده وعاملاه بهدف الربح المادي وبأسعار بصراحة غريبة جدا. فأنا قلت الدنيا سهلة وبسيطة، فليه ما نعملش الفيديو ده نسهل على الناس ونبسط عليهم، وكمان نوفر ليهم ايه فلوسهم يعني، ويعملوا كل حاجة فول فري بإيديهم إن شاء الله. تمام، فدلوقتي أنا هبدأ أفتح رابط. ده رابط التقديم الإلكتروني، والرابط ده تبع وزارة الخارجية الأمريكية. مفيش أي روابط غير الروابط دي. لو لقيت رابط مختلف عن ده أعرف إن هو حاجة وهمية أو فيك، فهيبقى التسجيل بتاعك كله على الفاضي. الرابط ده أنا هسيبه إن شاء الله تحت في الديسكريبشن بوكس عشان اللي حابب يقدم أو محتاج ليه. تمام، في البداية كده يبقى يقولك هنا تعليمات على التقديم ل 2022. خدتوا بالكم 2022 لأن السفر هيبقى في كام؟ في 22 زي ما قلت لكم، لكن احنا هنقدم دلوقتي. تمام، لو شفتوا قرأتوا كده هو التقديم فتح من 7 أكتوبر 2020 الساعة 12 الظهر بتوقيت أمريكا. تمام، وهيقفل 10/11/2020 برضو الساعة 12 الظهر بتوقيت أمريكا. 12 الظهر بتوقيت أمريكا بيكون التوقيت عندنا في مصر بالظبط الساعة كام؟ 6 مساء، لأن احنا سابقين أمريكا ب9 ساعات. فما تزنقش نفسك يعني لآخر يوم في التقديم. احنا لسه النهاردة أنا بسجل لكم بالظبط 31/10، فقدامنا 10 أيام تقدر تسجل فيها وما تقولش خلاص الموضوع ضاع مني وبقى صعب. تمام، المطلوب عشان تسجل يكون معاك جواز سفر وتتصور صورة. بصوا من هنا كده هضغط على فوتو اكزامبل، خلينا نبص عليها لأن الصورة مهمة جدا، ليها شروط معينة. تمام، شايفين الصور دي صور مقبولة. تمام، ما اترفضتش. الصورة ليها مواصفات، يعني لازم تكون الخلفية لازم تكون بيضة، لازم يكون الفيس بتاعك كله جاي كده، يعني الكاميرا خدت لك شكل أمامي للوش. يعني شايفين هنا الودنين ظاهرين. تمام، احنا لما بنيجي نتصور احيانا نتصور بزاوية بميل، فبتبقى ودنة واحدة بس اللي ظاهرة لان انت واخد كيرف، ما ينفعش. فلازم تكون الصورة ايه؟ صورة أمامية زي دي بالظبط كده. دي صورة مقبولة والخلفية ورا بيضة تماما. تمام، خدوا بالكم بقى دي الصورة مرفوضة. شايفين الخلفية؟ يعني هو حصل فيه فوتوشوب على الصورة فهو رافض النقطة دي تماما، وان الخلفية باينة كده ايه مزرقة. شايفين دي برضو خلفية هنا رصاصي فمرفوضة. دي برضو مرفوضة. شايفين ظل بتاعي يعني في إضاءة جاية من هنا فعاملة ظل للصورة، مرفوضة. لكن دي الصورة مقبولة هي. تمام، شايفين الصورة أمامية للوش من الأمام والخلفية ورا بيضة وواضحة وتمام. الصورة دي ليها مقاسات سايز معينة، لا هتقرأوا هنا كده أو في اللي هو الجايد اللي جاي معاه اللي قلتلكوا فيه اللينك السابق. هتعرفوا المقاسات بالظبط. هي 6 في 6 يعني عشان اريحكم بسهولة بدل ما تقرأوا كتير. ولو رحت اي مكان تصوير قول له انا عايز صورة للتقديم للهجرة لأمريكا، هم بيبقوا عارفين مقاساتها بالظبط، لان لازم يكون الوش ليه 50% من مساحة الصورة.
تمام. دلوقتي احنا عرفنا اهم نقطتين معايا، الباسبور وصورة بمقاسات ومواصفات معينة اللي قلنا عليها. تمام. هنبدأ نضغط على هنا اللي هو يلا نقدم على الهجرة الأمريكية. هيبدأ يطلع معاك زي ايه كود نمبر، عشان يتأكد بس ان انت مش انك شخص حقيقي ومش انسان آلي او روبوت. تمام. فانا هكتب الكود نمبر بالشكل ده واقول له اوكي سبميت. هتفتح معانا الصفحة بالشكل ده ونبدأ نملأ البيانات بتاعتنا. يبقى هنكتب هنا اسم العيلة، هنا فيرست نيم اسمك الأول، وهنا هنكتب الاسم اللي في المنتصف كل اللي في النص. يعني لو انت اسمك خماسي هناخد آخر اسم نحطه في أول خانة. اسمك نفسه هنحطه هنا في الفيرست نيم، والاسم الوسطاني هناخد الثلاث أسماء اللي في النص نحطها، وهنكتب طبعا النوع ايه فيميل ولا ميل. تمام. وبعد كده date of birth تاريخ الولادة، هنا الشهر شهر الميلاد، وهنا يوم الميلاد، وهنا سنة الميلاد بتاعتك. تمام. الخانة اللي بعد كده مدينة الميلاد، انت اتولدت فين، فهتكتب المدينة بتاعتك وليكن كايرو مثلا. طيب بعد كده هتكتب البلد اللي انت اتولدت فيها، هتضغط على السهم ده ونكتب من الكيبورد حرف الاي عشان بس يوصلني لمصر بسهولة، وابدأ انزل كده بالسهم وهيطلع لي كلمة ايجيبت، ابدأ اضغط عليها بالشكل ده. تمام. تمام. اللي بعد كده بيقول لك يعني ان هو تاريخ الميلاد البلد اللي انت اتولدت فيها نفس اللي انت عايش فيها، فهتقول له يس. طيب لو هي لا، يعني انت اتولدت مثلا في السعودية وانت اصلا عايش في مصر، فانت هتضغط ايه نو، وتبدأ تختار هنا ان انت عايش فين دلوقتي في ايجيبت. تمام. طيب النقطة اللي بعد كده اللي هي خاصة بالباسبور، اول حاجة هتكتب اخر اسم او الاسم العيلة في اول خانة هنا. تمام. الخانة اللي بعدها هتكتب اسمك نفسه، والخانة الأخيرة هتكتب الأسماء اللي في المنتصف بقى. تمام. زي ما اتفقنا فوق بالظبط. بعد كده باسبور نمبر، هتكتب رقم الباسبور بتاعك، والتاريخ الانتهاء بتاعه هتكتبه هنا. أول خانة دي الشهر، يليها اليوم، وأخيرا السنة. تمام. وهتكتب البلد اللي عملت الباسبور بتاعك منها، وليكن الباسبور بتاعك مصري، يبقى هضغط هنا على السهم المنسدل واكتب حرف اي من الكيبورد عشان يوصلني بس لمصر بسرعة، لان هو ترتيب ابجدي. وصلني وانزل تحت ايجيبتات اختارها، يبقى كده ايه تمام. طيب النقطة اللي بعدها دي أنا مش هختارها، هو ده للناس اللي مش قادرين يطلعوا باسبور، أو ما عندهمش جنسية محددة، أو عندهم مشاكل في استخراج باسبور. في دول كده يعني عندها مشاكل في استخراج الباسبور. تمام. ندخل على اللي بعد كده اللي هي النقطة المهمة، الصورة، إن أنت ترفع صورة على الموقع. تمام. هو بيأكد إن الصورة لازم تكون حديثة. تمام. يعني واخدها خلال 6 شهور حديثة، مش صورة بقالها مثلا 4 سنين عندك وتدخلها، لا، يعني راعي الشروط عشان تنجح. تمام. وهنا بيقولك اكزامبل للفوتو اللي انا وريتها لكم من شوية. طيب هتعمل ايه؟ هتضغط هنا. تمام. هيفتح لك الجهاز الكمبيوتر بتاعك بالشكل ده، تبدأ تروح تدور على الصورة بتاعتك وتبدأ تعمل لها ايه تحديد، وبعد كده اوبن وترفعها. تمام. النقطة اللي بعد كده بقى العنوان بتاعي. أول نقطة دي بكتب فيها اسمي، هي خانة اختيارية، فأنا بكتب فيها اسمي عشان لو جاي لي حاجة على العنوان اللي أنا بعتاه يبقى الاسم مكتوب مع العنوان، ما يحصلش لبس إن الجواب مثلا يروح أو يضيع لأي مكان آخر. فأنا هكتب هنا اسمي بالكامل، وبعد كده هكتب الشارع بتاعي. تمام. لو الشارع بقى طويل او انت عايز تكتب مثلا ايه ان بيتك جنب حاجة معينة، تكتبها في الخانة اللي بعد كده، يعني علامة مميزة للبيت بتاعك. بعد كده السيتي او التاون، المدينة اللي انت عايش فيها، العنوان. تمام. زي مثلا ايه وليكن انا هقول المنصورة، يبقى شارع البحر بجوار صيدلية الطرشوبي وليكن مثلا. تمام. والمدينة المنصورة. طيب الديستريكت او البلد هتكتب ايه الدقهلية. تمام. اللي هي المحافظة. طيب البوستال كود، نجيب البوستال كود منين؟ لو انت مش عارفه اعمل
تحت هنا على نو بوستال كود ان انت مش عارف البوستال كود ده او اللي هو الرمز البريدي. طيب بس احنا عندنا خاصية هنا في مصر تقدر تعرف الرمز البريدي. تبدأ تفتح صفحة جوجل بالشكل ده وتكتب مثلا الرمز البريدي للمنصورة، تمام، واضغط انتر. هيطلع لي ده الرمز البريدي للمنصورة. اكتب اي بلد، الرمز البريدي شبرا، الرمز البريدي اسكندرية، اي منطقة انت عايزها. يعني شايف الرمز البريدي بالقاس، شربين، دي كرنس، اي حاجة انت عايز تعرفها اكتبها على جوجل هتطلع معاك بكل سهولة وبساطة جدا. وتبدأ تاخد الرمز البريدي وتكتبه هنا بدل ما انت تعمل نو بوستال كود وانت تقدر تجيب النقطة دي. تمام. بعد كده البلد هتختار طبعا مصر. هنضغط على القائمة المنسدلة، نبدأ ندور على مصر، أو زي ما قلت لكم نضغط حرف الإي ونختار إيه ايجيبت. تمام. طيب البلد اللي انت عايش فيها دلوقتي، طبعا احنا عايشين برضو في مصر وقت التقديم، هختار برضو نفس الفكرة ايجيبت. الفون نمبر هتكتب رقم التليفون بتاعك وهو اختياري، بس يفضل تكتبه لان لو في اي معلومة متعلقة. تمام. اللي بعد كده ايميل ادرس، هتكتب هنا ايميل خاص بيك ويكون ايميل شغال وتبقى فاكره جدا عشان هيبعتولك عليه حاجات هتحتاجها فيما بعد. وهنا تأكيد للايميل اللي انت استخدمته، ايميل ياهو، جيميل، اي ايميل انت بتحب تستخدمه، المهم يكون شغال. اللي بعد كده بقى ايه هي مستوى التعليم بتاعك. تمام. نيجي نبص كده. بصوا في برايمري سكول، ابتدائي، هاي سكول، نو ديجري، يعني هو ما خدش الشهادة اصلا. تمام. يعني هو دبلوم او ثانوي عام بس ما كملش. لكن هاي سكول وديجري هو كمل بقى الثانوية العامة او الدبلوم الزراعي، التجاري، الصناعي، اي دبلوم. تمام. هنا دراسات في الجامعة، يعني انت لسه طالب بتدرس في الجامعة. هنا شهادة جامعية، يعني انت خريج جامعي، ليسانس او بكالوريوس على حسب. هنا some graduate level، يعني انت بعد الجامعة بتدرس مثلا دبلومة. تمام. هنا ماسترز ديجري اللي انت معاك شهادة ماجستير. هنا بتدرس بقى دراسات بعد الماستر فبيسموها لسه انت في الدكتوراه، طالب في الدكتوراه. هنا دكتوراه، خدت خلاص درجة الدكتوراه. شوف انت فين من دول وابدأ اعمل شيك عليها، وما تحاولش ان انت تزور في المعطيات، اكتبها صحيحة عشان ما تحصلش ليك مشاكل فيما بعد. تمام. وبالمناسبة اللي بيقدم في الهجرة المفتوحة دي لازم يكون على الأقل معاه دبلوم زراعي أو تجاري أو صناعي، يعني اللي في الإعدادي والابتدائي مش هينفع، مش هيتقبل فيها. تمام. دي نقطة مهمة جدا. طيب اللي بعد كده السؤال رقم 14 هيسألك على الحالة الاجتماعية. أول حاجة دي إن هو عزب. النقطة اللي بعد كده متزوج والزوجة ليست مواطنة أمريكية ولا معاها الجرين كارد. طبعا ده أغلبنا هنا في مصر هيختار النقطة رقم 2. اللي بعد كده متزوج ومراته معاها الجنسية الأمريكية أو الجرين كارد. اللي بعدها مطلق. اللي بعدها أرمل. اللي بعدها يعني مطلق بالقانون أو بالمحاكم. دي طبعا مش موجودة عندنا في الدول العربية بتاعتنا. طيب النقطة اللي بعد كده هنكتب number of children. لو انت متزوج وعندك أولاد هتكتب عددهم بالظبط 2 3 1، لأن بناء على العدد اللي هتكتبه بعد ما أنا أعمل continue هنا هيبدأ يفتح أماكن تكتب أسماء الأولاد. فالأماكن هتفتح بناء على العدد اللي انت كتبته هنا. تمام. فخلي بياناتك كلها صحيحة. هنعمل continue. استنوني في الجزء الثاني من تكملة الفيديو، تسجيل الزوجة والأولاد واستكمال الطلب للحصول على كلمة success وإن أنت تاخد رقم التأكيد بتاعك. فلو عجبكم الفيديو وأنتم مهتمين بيه ما تنسوش تشيروه لأكبر عدد ممكن من الناس، عشان أكيد في ناس بتدور على إزاي يقدموا في موضوع الهجرة لأمريكا. واستنوني في الجزء الثاني، ومع السلامة.